بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وأنا سعيدة جدا إن النهاردة أول فيديو بعمله ليكم في رمضان. عندنا النهاردة صنف حلو اللي هو قمر الدين على المهلبية، من أجمل أصناف الحلو اللي هتجربوها. يعني حاجة كده من الزمن الجميل، جميلة جدا وفي منتهى السهولة. معايا هنا لتر من اللبن والسكر زي ما انت عايزة تحبيه، يعني دلع تحبيه حلو زي ما انت عايزة حسب الرغبة. بقلب السكر كويس، مولعة على نار هادية. بقلب السكر كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين على لتر اللبن معايا 4 معالق نشا محملين. 4 معالق نشا محملين. المقدار ده مظبوط جدا يا جماعة، المقدار بتاع النشا ده في منتهى الجمال، انا ما زودتش اي حاجة. يعني هو طلع بالظبط على قد لتر الحليب اللي انا حطاه. طبعا ببتدي اقلب كويس جدا على البارد قبل ما اللبن يسخن. بقلبه كويس جدا عشان التكتلات. هيتظبط معايا القوام باذن الله وهتشوفوا دلوقتي. هيطلع القوام مظبوط باذن الله مع مقدار النشا اللي احنا حطيناه اهو زي ما انتم شايفين كده، في منتهى الجمال. بس كده كده ظبطنا ايه المهلبيه. هنبتدي بقى نصب الاطباق نص. هصب النص الاولاني مهلبيه، النص الاول بس، زي ما احنا شايفين كده بالظبط وبالراحه خالص في الطبق كده. تمام، واحده واحده كده. ده يا جماعه من الاصناف الجميله، يعني كل الناس بتوع زمان كانوا بيحبوه وبيعملوه وكانوا بياكلوه لنا وحاجه كده، يعني في منتهى الروعه. هيعجبكم قوي، اما تجربوه مش هتبطلوه. هي الحلويات المعتمدة عندنا في رمضان في اول يوم لازم ناكله اول يوم. كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة، ويعود علينا رمضان كلنا ان شاء الله وعلى الامة الاسلامية بالخير باذن الله. كده خلاص انا صبيت المهلبية نص الطبق، عشان لسه هصب عليها قمر الدين كمان، فايه اعمل حسابي وانا بفرغ المهلبية في الاطباق. خلاص كده هبتدي اعمل القمر الدين. معايا لفة من قمر الدين انا نقعاها من بالليل، منقوعة معايا في شوية مية. هي تقريبا بتبقى الكمية دي قد دي، يعني بعمل حوالي لتر كده في ده وفي ده عشان الاتنين هيبقوا قد بعض. بفك التكتلات اللي موجودة فيها الأول، وبحط السكر برضو حسب الرغبة زي ما انت عايزة. وبرضو بحط نفس كمية النشا على اللتر. 4 معالق محملين نشا بتديني مقدار وقوام في منتهى الجمال كده. تمام، احطهم اهوت زي ما احنا شايفين، خطوة خطوة كده، امشوا معايا بالراحة هيطلع لكم نتيجة في منتهى الروعة. هبتدي اقلب. اعتقد هنا في تكتلات شوية في قمر الدين، هضطر ان انا استعمل المضرب اليدوي احسن من الكبشة. طبعا هيفكلي كل الكلام ده، هيفكلي كل الكلام اللي جوه ده. بس كده هنبدأ نقلب، مش هنشيل ايدينا منه خالص لحد اما القوام يتقل زي ما عملنا بالظبط في المهلبية. وعلى نار متوسطة، لا هي عالية ولا هي واطية. خلاص كده التكتلات كلها بتفك منه وزي الفل، الدنيا ماشية صح والمقادير معانا ماشية مظبوطة. وطبعا في خلال الفترة دي بيكون المهلبية بردت، عشان لما صب عليها القمر الدين ما يدخلوش جوه بعض، يبقى ده منفصل عن ده. عندي كده المهلبية بردت، بصب عليها قمر الدين زي ما انتم شايفين كده منفصلين خالص، ما تلخبطوش على بعض ولا حاجة. قوامه جميل مظبوط ولونه رائع. ان شاء الله لما تجربوا الطريقة دي هتعتمدوها وهتحبوها جدا. طبعا بعد ما بنخلصها بنحطها في التلاجة بتتاكل ساقعة بعد الفطار ان شاء الله. ربنا يتقبل صيامنا جميعا بإذن الله. ايه رأيكم بقى؟ مفيش اسهل من كده، ما خدتش مني ربع ساعة، خلصت بسرعة وادتني كمية حلوة جدا.
كل الاطباق اللي انتوا شايفينها دي من اللتر واللتر اللي انا عملتهم، في منتهى الجمال والله، والاطباق مليانه وحلوه جدا. كده خلاص انا خلصت، ببتدي افنش بقى خلاص كده، وهبدأ احضر التزويق بتاع الاطباق. عندك مكسرات حطي، بس انا ما بحبس المكسرات هنا، بحب احط جوز هند على زبيب بس. يلا يا جماعة لايكات بقى، واذا عجبكم الفيديو اديني لايك وشير وسبسكرايب للقناة. تحياتي ليكم.